عندك مساحه صغيره ولا عندك جريده، عندك اي بلاصه بغيتي تزرع فيها الكازو، غنوريك طريقه زوينه وسهله غتزرع بها الكازو بلا ما تحتاج اي واحد. انا غنوريك الطريقه وتبع الفيديو حتى للاخير. اول حاجه غتسولني منين غناخذ الكازو. الكازو غتمشي لاي مشاتل او مشتل اللي كيبيعوا الغرس، غتقول ليه بغيت الكازو، كيتباع الخنشه ب 25 حتى 30 درهم الخنشه، او كاين اللي كيبيعوا ب 60 درهم ما عقلتش بالضبط. خنشه الا عندك مساحه صغيره راه تكفيك. فانا غنوريك الطريقه، ولا احتاجيتي الكازو راه جي عندي خذه مرحبا انا نعطيه لك ما عنديش مشكل. انا غنوريك الطريقه كيفاش تزرع الكازو من ا حتى لزد، وطريقه سهله جدا. ها هو الكازو غير ضيع عندي هنايا بحال دابا هنا، ها هو هذا غنحيدوه، ها هما الجذوره ديالو. اجي معايا. اول حاجه خصها تكون الارض مقلبه، ضروري خصها تكون الارض مقلبه، ماشي تجي الارض قاصحه وتجي باغي تغرس الكازو. حنا غادي ناخذوا هادو ديال الكازو اللي وريتكم، ولكن يكونوا فيهم الجذوره. انا غنوريكم واحد الفيديو اخر، يعني مبغيتش نطول الفيديو بزاف، كيفاش انك الا بغيتي تسقي اوتوماتيك. مثلا واحد يقول لك انا عندي الدار في العروبيه وكنمشي مره في شحال وكذا، وشكون غيسقي ليا شكون كذا. غنوريكم فيديو كيفاش تسقي اوتوماتيك، ما تحتاج حتى شي واحد، تجي مره في السيمانه، مره في 15 يوم، مره في غير تلقى غير المشكل ديال انك خصوصا في الصيف انه كيدفع بزاف، يعني خصك تبقى تضربو بالموتور. اما من غير هكا يعني في اي وقت اوتوماتيك داكشي. في حالة درتي الاوتوماتيك غيكونوا التيوات دايزين في الارض هنايا، يعني الا بغيتي تغرس رد البال لا تقوم بشي تيو. انا كنقول لكم الاخطاء اللي وقعنا فيهم فاش كنا كنغرسوا. فهنا نرجع للور باش يبان. هنا قلبنا هذا، هنا عندنا الجذوره، غنشد هذا غنخشيه هنا، سديت عليه غنخليه هادو باينين هنايا. الجدر ديما هاد الجذوره هادو يتغرسوا يتخشاو، دير لي بحال هكا وسد عليه، وندير بيناتهم مسافه شويه ماشي بزاف، تقريبا بحال هكا. عاوتاني نجي لهاد البلاصه هادي ندير هكا، نجي هنا ندير هكا، وغادي هاد المساحه كلها. سهل جدا صافي سالينا دابا راه مغروس. وافضل وقت هو في شهر واحد وشهر جوج، ملي كدير ليه بحال هكا كترشو بالماء باش يتسد الهواء، يعني يسد البلايص هادو الهواء ما يبقاش في هاد البلاصه هادي. ف تقريبا واحد تسقيه يوميا مده 3 ايام، من بعد تبقى تسقيه نهار نهار لا، من بعد يومين، من بعد 2 مرات في الاسبوع، تتسقيه مره في الاسبوع. في وقت البرد ما تحتاجش انك تسقيه، الا كانت الشتاء او الا ما كانتش الشتاء ممكن تسقيه مره في 15 يوم، مره في كذا، كما وريتكم بالطريقه الاوتوماتيك الا بغيتو ديروها. في وقت الصيف كيحتاج الماء، في وقت الصيف ضروري خصك تسقيه، تقدر تسقيه، خصك تسقيه نهار ونهار لا، بعض الفترات الا كانت الشمس بزاف تقدر تسقيه 2 مرات في السيمانه، 3 4 على حسب الجو. الا كانت الحراره بزاف خصك تعطيه، هو كيبغي الماء. هذه الطريقه ديالو سهله جدا، اي واحد يقدر يديرها. وكما قلت لكم اللي بغى الكازو انا نعطيه ليه ما عنديش مشكل. هذه المساحه كلها يعني لو جا شي واحد، جبت شي واحد غيطلب لي تقريبا واحد 3 المليون ولا 4 اللي غيطلب لي هذه المساحه اللي عندي. نقدر نقول لكم شحال طلعت عليا ب 1500 درهم. جبت الكازو، جبت واحد جوج ديال الناس خدموا معايا النهار، ضربوا فيه تقريبا واحد 7 ايام تقريبا كامله. السلام عليكم، سقا اوتوماتيك، الامور مزيان. انا غنوريكم المساحه اللي عندي والطريقه، ونتلقى واحد الرشاشات باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا الرشاشات خدامين، ها هي وحده الوسط كدور، هذيك لهيه، الاخرى لهيه، الاخرين لهيه. كما قلت لكم الطريقه ديال السقي الاوتوماتيكي غندير عليه فيديو خاص، غتلقاوه في الصفحه عندي ان شاء الله. هذه المساحه هنا وهنا كذلك، هنا اللور ديال الدار. وما تنساش الى عجبك الفيديو ورك على داك القليب واحد الكومونتير يكون زوين ان شاء الله باش نستمروا. كما قلت لكم انا هاد القناه للافاده فقط، انا كنت درت فيديو والناس عجبوهم، ما بغيتش نخلط ما بين القناه ديالي الاخرى اللي عندها علاقه بالعمل ديالي، فارتئينا اننا نحلوا هاد القناه باش نفيدوا الناس ان شاء الله. ولا بانوا لي تعليقات زوينين وان الناس كاين تفاعل غنزيدوا في هاد الشيء هذا. ما بانش ليا غنسدها وغنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.